رحيم الطلاق العاطفي او الزوجين ما يحجون صار لهم سنوات، شنو تأثيره على جهالهم؟ اللقاء مع الأخ السماج قاسم أبو طالب، حلقة التاسعة. أهلا وسهلا دكتور. والله حقيقة دكتور أنا بالنسبة لي تحديدي نعم أنا أعتبرها جريمة بحق أفراد العائلة كلها، ولد بنية غيره. تعرف راح هذول الأطفال راح يتعرضون لعقدة نفسية فعلا، وينجرون إلى غير شغلات خارج البيت إذا كبروا يعني. بالفعل كل السبب عدم انسجام الأم والأب. بس والله أنا أشوف غير يعني ما له حل يعني الشكل يكون على ما هو عليه. أنا بنظري ينفصلون أحسن من ما يكون هالشكل بالبيت. زين، مو يشتتون وياهم جهالهم؟ لا والله هو هسه راح يخلقون عائلة متفككة، يعني خلقوا عائلة متفككة من الولد أو البنات. زين، هاي تجربتهم راح تنقلها البنية وينقلها الولد. زين، يعني تخلي الأبو يتزوج من جديد. بالنسبة يعني شرعا حرام عليهم، شرعا حرام. زين، وبالنسبة للشغلات هاي النفسية والهاي يعني مرتكبين جريمة هم يعني. بالفعل. زين، يدورون على واحد يحل لهم هالمشكلة هذه، وإذا ما يقتنعون باقين على الوضع أنا هذا. أعرف ناس زوجة مزوجها نعم، أزيد من 20 سنة ما يتعاشون. لما الرجال تمرض وصل للموت، زين، يلا شوية اجت بريد الذمة سامحني. تدري ايش قال لها؟ قال لها ما بريد الذمة. اوه، يكون على مشكلة. هيك اكو عوائل مع الاسف يعني تبقى الحال على ما هو عليه. اي غلط هذا المفروض يداركون ارواحتهم امام الله سبحانه وتعالى. باكر شيء ايش راح يقولون رب العالمين؟ صح، وامام المجتمع، وراح يدمرون اسره يعني. مو شغله خاصه بس بيهم اثنيناتهم. لا، هسه شغله خاصه بيناتهم، ماكو اسره عندهم، ماكو عندهم حل اخر. وهذا بيناتهم هاي شغله. صح، لكن اسره شنو ذنب؟ اكو عوائل المراه تغلط والرجال يمشي الامور على مود البيت، والرجال يغلط والمراه تتقبلها بكل رحاب الصدر، وعلى مود الجهال لا يصير عندهم غير احساس يعني هاي حلول جزئيه. اي نعم. شكرا للأخ السماج قاسم أبو طالب، اللي هو مثل ما معروف صديق المحافظ أو المحافظ صديقه هسه.